السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سحر توب. كشفت مصادر مطلعة أن الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا مثل اليوم الخميس أمام لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها قبل أيام ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ومن المرتقب أن تتخذ اللجنة التأديبية التابعة للكاف موقفا حازما من تصريحات عمروش خصوصا وأنها لم تمس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقط، لكنها شككت أيضا في استقلالية لجان الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ومنها لجنة البرمجة وللتحكيم. وأطلق عادل عمروش تصريحات مستفزة واتهامات خطيرة في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل أيام. قال فيها إن الجامعة المغربية برئاسة فوزي لقجع باتت قوة ضاربة في إفريقيا، وهي من تسير الأمور في الكرة الإفريقية. نهاية هذا الخبر. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لكم تحيات طاقمنا.